السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم بين السطور. أول حاجة كنبداو بها هي الصلاة والسلام على رسول الله، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما ندخل في موضوع اليوم كنجدد الشكر ديالي للجميع على الدعم ديالكم وعلى المتابعة لهذه القناة هذه وعلى كل كلمة طيبة كتكتبوها لي في التعليق، فجزاكم الله خيرا. ومرحبا بالناس اللي انضموا لهذه القناة. موضوع اليوم مرتبط بواحد الحاجة اللي ولات ضرورية في حياتنا واللي هي الواتساب، فخليكم معايا وتبعوا الفيديو من الأول للأخير لأن الموضوع جد مهم. الحقيقة أن الواتساب هو نعمة كبيرة، فيه واحد الجانب زوين وفيه جانب ما زوينش. نبداو أول حاجة بالحاجة الزوينة اللي فيه. الواتساب قرب لنا المسافات، يعني شحال من واحد عنده والديه ولا خوتو بعاد عليه، بمعنى أنه هو ساكن في مدينة والعائلة ديالو في واحد المدينة أخرى، أو مثلا يقدر يكونوا خارج المغرب، وبفضل الله عز وجل ثم بهذا التطبيق اللي هو الواتساب كيقدر الإنسان يسول على العائلة ديالو ويشوفهم ويتكلم معاهم، يعني بحال جالس معاهم. يعني ممكن تصيفط رسالة، ممكن دير اوديو، ممكن دير ابل فيديو، يعني فيه بزاف ديال الميزات اللي كتخليك انك كتشوف العائلة ديالك وقريب منها وكأنهم جالسين معك. كذلك فيه جانب اخر زوين اللي هو صلة الرحم، يعني في هذا الوقت هذا وفي هذا الزمن اللي احنا فيه، يعني سهالت هاد المسألة والقضية ديال صلة الرحم، انك كتلقى مثلا شحال من واحد داير جروبات ديال العائلة كيتواصلوا بيناتهم، كيشاركوا افكار بيناتهم، كيشاركوا الحياة ديالهم اليومية بشكل يومي. انا شريت، شوفوا شنو شريت، شوفوا شنو طيبت، مشيت جيت، يعني بزاف ديال الحاجات كيشاركوها بيناتهم، وكتحس على انك مثلا جالس معاهم، يعني بما انك داير مجموعه مع العائله وكتهضر معاهم وكتدي وتجيب معاهم في الهضره، كتحس انك جالس معاهم وسط منهم، ما كتحسش انك يعني بوحدك. هنا خصنا نعرفوا ان هذا الواتساب هذا اللي دخل ديورنا راه هو نعمه، ونعمه كبيره اللي خصنا نشكر الله عز وجل عليها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني نعم الله راها كتيرة وكتيرة، منها هذا الواتساب هذا. في المقابل يعني كنلقاو واحد الوجه سلبي في هذا الواتساب هذا، بما أننا ذكرنا في الأول الحاجة اللي مزيانة فيه، دابا غادي نجيو الحاجة اللي ما مزيانش اللي سميناها يعني الوجه السلبي. وهذا الوجه السلبي يعني وقع بسبب بعض الميزات اللي في الواتساب. يعني الواتساب فيه واحد المجموعة من الميزات اللي ولات كتسبب لنا مشاكل وصداع الراس، يعني بلا سبب. يعني بحالاش هاد الميزات؟ مثلا الميزة ديال آخر الظهور، يعني الإنسان تيبقى حاضي إمتى نعس فوقاش فاق، واش قرا الرسالة ولا لا، واش طلعوا الخطوطة زورق، يعني بمعنى فاش كيطلعوا دوك الخطوطة زورق راه قرا الرسالة وكينتظر الإنسان الرد، وهذا لا يعني الا ما طلعوش زورق راه ما قراش. يعني هادو بعض الميزات اللي كتخلي الانسان مقلق، كتخليه تتخليه ضارو خاطرو ضارو راسو، واش باين متصل ولا لا، واش شاف الحاله ولا ما شافهاش، شافها علاش ما دخلش عندي، علاش ما رد على ديك الحاله، علاش ما علقش على الحاله. وحتى واحد السيل بلوك راه حاضر معنا في هاد العلاقات ديالنا مع الناس. يعني كاين عندنا كذلك واحد الميزه في الواتساب اللي سميتها البلوك، اللي هو حظر. بمجرد ما كتكون مثلا شي وحده ولا شي واحد مناقش مع شي واحد اخر، يعني كيكون نقاش بين جوج، فعوض ما يكون الحوار اول حاجه غادي يديرها او غديرها هي البلوك، حظر. يعني كتسدي على داك الانسان او ديك الانسانه كتسدي عليها الباب بمجرد سوء فهم. يعني ما كيكون لا نقاش لا تفسير لا حتى ان الانسان يعطيك فرصه باش تفهمي شنو واقع. اول حاجه كيديرها واسهل حاجه ولات هي داك البلوك. بسبب اش؟ بسبب كلمه ما عجباتكش، اشنو غندير؟ غنبلوكي. بسبب سوء فهم وقع لي بيني وبينك، اشنو غندير؟ غنبلوكي. يعني فاش كتبلوكي الانسان راه صافي ما غاديش مازال يدخل عندك، ما غاديش يتكلم معك. يعني طريقه سهله ممكن يقطع بها الانسان العلاقه ديالو مع ناس كان يعرفهم ودوز معاهم يعني بزاف ديال السنوات ديال الخير، شركوه مع بعضياتهم. وقع سوء فهم، اول حاجه غنديرها غنبلوكي. اذا هاد البلوك
هاد البلوك تيكون ضروري في بعض المواقف. يعني راه ممكن دير البلوك، يعني راه ماشي شي حاجه محرمه. راه ممكن مثلا تبلوكي شي حد، الا مثلا كيجيك منه الاذى، الا مثلا تكرر الظلم، مثلا انسان تيتظلم كل ساعه من هذاك الانسان وكيأذيه نفسيا وتجاوز الحدود معاه، فهذه وسيله انك تمنع داك الاذى على راسك، ما فيها حتى شي عيب. ولكن في نفس الوقت ماشي كل مثلا كل سوء فهم وقع بين جوج كيتحول لقطيعه وكيبلوكي الانسان الاخر. كاين فرق بين انك تحمي راسك وفرق انك تستعمل داك البلوك مثلا للعقوبه، كتعاقب داك الانسان واحد المده ومن بعد كتطلق، يعني كعقوبه ليه. من الميزات اللي ذكرت في الاول اللي كتخلي بعض العلاقات تخسر، مثلا صيفطتي رساله وتقرات وما جاكش عليها الرد، يعني كيبقى فيك الحال، لانك كتبقى انسان كل مره كتدخل تشوف واش كاين الجواب ولا ما كاينش، والانسان كيضر راسو كيبقى فيه الحال. واش غادي نقول لك اختي ولا خويا، الناس يعني هنا في هذه المساله هذه راه ماشي بحال بحال. كاين واحد النوع الا وصلته الا وصلته الرساله ديالك حتى الا كان مشغول كيحاول يرد، يعني كيمكن يقول لك غير كلمه اللي تخليك مثلا ما يبقاش فيك الحال، مثلا سمح لي دابا راني مشغول نعاود نتصل بيك، ولا على الاقل اضعف الايمان انه تيخلي واحد الاشاره، كيخلي قلب ولا كيخلي شي وريضه، شي اشارات دوك الرسومات اللي تيكونوا في الواتساب، على اساس انني راني قريت الرساله ديالك ولكن ما عنديش الفرصه باش نرد عليك. هنا كتخلي الانسان مرتاح نفسيا. وكاين واحد النوع اخر فعلا تيكون مشغول ويمكن شاف الرساله وقال من بعد يعني غادي نرد من بعد، ولكن من بعد داز الوقت ونسى، لان النسيان من طبيعه البشر. هنا ما خصناش نسيء الظن بالناس، يعني الا ما جاوش راه ما مهتمش ولا ما مسوقش لينا، لا، يعني حيت كاين هذا النوع هذا قرا وقال غادي نجاوب ولكن تلاها مع المشاغل ديال الحياه ونساك. وكاين واحد النوع اخر، هذا النوع هذا شاف الرساله وقراها وعنده الوقت والتليفون في يديه، يعني كاين اللي ما تيفارقش التليفون، كيدخل ويخرج من هذا التطبيق لهذا، من هذا الفيديو لهذا، ولكن فاش كتوصلوا الرساله ديالك ما كيتسوقش لك، خصوصا فاش كتكون يعني شي حاجه مهمه، ومثلا صيفطتي لي شي حاجه مهمه بغيتي منه الرد، يعني ما مسوقش وعارف ان الحاجه مهمه، ورغم ذلك كيتجاهل معه، يعني ما كيتسوقش لك. كيخليك ديما كتسنى وتيخليك ديما يعني معلق ومبرزط مع راسك. يعني هاد النوع هذا من التصرفات كتقدر تجرح الانسان، يعني تقدري تجرحي انسان او انسانه بهاد التصرفات. يعني خاصنا نراعي ولا الخواطر ديال الناس ما نكسروهاش. يعني ممكن تمنع هاد سوء الفهم اللي غادي يوقع بكلمه طيبه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: الكلمه الطيبه صدقه. يعني بحالاش سمح لي شفت الرساله ديالك ما قدرتش نجاوب، من بعد نجاوب، نسالي ندخل الدار، انا في الطريق، انا صايق ما يمكن ليش نجاوب. يعني عطى الله الانسان، عطى الله الكلمات باش يطيب الخواطر ديال الناس، ولكن للاسف هذا الشيء ما تيكونش. كتخلي دائما الطرف الاخر ديما كتخليه يبدا يسول راسو علاش وكيفاش وعلاش ما جاوب وعلاش وكذا. اذا هنا كيبدا الانسان يتعذب مع راسو، وحنا بهذاك التصرف اللي ما كيليق صراحه كنجرحوا به الناس بلا ما نشعروا. يعني خصوصا الى الانسان تعمد، يعني وهذا الفعل يعني تكرر وتكرر وتكرر بزاف ديال المرات. كيولي هنايا الواتساب ماشي غير وسيله للتواصل، كيولي وسيله باش عند البعض انه يعني كيشوف الاهتمام ديال الاخر ليه. يعني قريتي وما جاوبتيش، خبيتي الظهور باش تخلي مثلا الانسان الاخر يسول علاش هذا مخبي الظهور، نقرا الرساله ونخليها بلا جواب عمدا باش نعاقبه، نستعمل البلوك في كل خلاف وقع، في كل سوء تفاهم نستعمل البلوك، ونخلي العلاقه كلها مبنيه على شافني ما شافنيش، جاوبني ما جاوبنيش. هنا كنكونوا خرجنا من التواصل اللي الغرض ديالو لاش دار هاد الواتساب هذا، ودخلنا في مساله الحسابات.
الواتساب اخوتي خصو يبقى وسيله باش نتواصلوا. في الاخير بغيتكم تكتبوا لي الراي ديالكم في هذا الموضوع في خانه التعاليق، وإلا وصلتوا حتى لهنا ما تنسوش ديروا لايك للفيديو، وشكرا لكم على حسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.